دكتور احمد، صباح الخير. صباح النور. سؤال بيجي لنا كتير قوي لازم حضرتك تجاوب عليه، ليه حضرتك لابس نظاره؟ السؤال ده فعلا بتسأله كتير قوي، احنا حتى منزلين على الصفحه فيديو بيوضح ليه دكاتره العيون لابسين نظارات، او ليه الناس بتفتكر ان كل دكاتره العيون لابسين نظارات. وفي الحقيقه في ناس عامله عمليات بس ايه مش باينه ان انت مش عارف ان هو كان عامل عمليه. انا بقى هتكلم عن نفسي ليه انا مش عامل العمليه. اولا انا بحب شكلي بالنظاره، ده جزء من هويتي او التعريف. طب ليه يا دكتور بتقول الناس يعملوا ليزك؟ هو في الحقيقه احنا ما بنعملش كده. عيان الليزك هو اللي بيجي يطلب يا دكتور انا مش هلبس نظاره او عندي مشكله متضايق منها، مشكله اجتماعيه خلاص مش عارف اتعود عليها، عندي مشكله في شغلي مش سامح ان انا البس نظاره وانا عايز اتخلص منها. فاحنا بنعمل العمليه كانها عمليه تجميل. فدوري انا كدكتور مش ان انا ادفع العيان انه يعمل العمليه، دوري ان انا اختار له العمليه الصح لما يكون هو عنده رغبه انه يعملها. في الاخر بنأكد ان هي عمليه تجميليه زي اي عمليه تجميل، انت تروح دكتور تجميل تقول والله الجزء ده مضايقني عايز اعمل له عمليه تجميل، نفس الكلام والله يا دكتور انا شكلي بالنظاره مضايقني انا عايز اعمل عمليه تجميل فبنعملها. لكن هل معناها ان لازم كل واحد يلبس نظاره يعمل عمليه؟ لا، اللي تحت النظاره